على رزاق حفظه الله العليل الغريب المظلوم المعتقل تأييدا ونصرة له الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. إخوتي الأبطال المقاومين المجاهدين المعتقلين، جزاكم الله خير الجزاء، لا تقصروا بنصرة أخيكم المظلوم. راح أقول كلام اللي عند طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وللحوزة الناطق المجاهد وللسيد القائد مقتدى الصادر، عليه أن يعي الكلام ويفهم جيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون، شوف شرطها الإيمان، المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. فإن شاء الله أخينا المعتقل العليل إن شاء الله هو أحد أعضائنا، وإن شاء الله تداعينا له، وستبقى هذه الحمى فينا إلى أن يتشافى إن شاء الله. لعل بعض الأخوة يقولون: ماذا تريد أن تصنع؟ شو تريد تسوي؟ يعني مثلا أنت شو تريد تسوي؟ أنت بداخل المعتقل شو تريد تسوي؟ شو تريد تقدم؟ إبراهيم عليه السلام لما هاي كمقدمة، لما جمعوا الحطب لإبراهيم جاء عصفور يحمل في منقاره قطرة من الماء. قالوا له العصفور: أنت وين تريد؟ قالوا: أريد أطفئ نار إبراهيم. قالوا له: هي قطرة. قال: أريد أن أطفئ ناري. أريد شنو؟ أطفئ ناري. تكليفي الشرعي، تكليف الشرعي أن أوجه نداء من هذا المنبر، منبر الصدر المقدس الذي جعله كلام لقول الحق، والذي يرتقي هذا المنبر يجب أن يكون فيه عدة خصال. أولا: أعطينا 6 وفضلنا ب7: العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة شرط من شروط المنبر. الذي لم يسمع ولم يقرأ رسالة أخ المعتقل سوف أتلو على مسامعكم الرسالة الواردة من والدة المعتقل المظلوم على رزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة من أم المعتقل المريض المظلوم على رزاق إلى معتقلي جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كافة سجون العراق. إخوتي أبنائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب أبا عبد الله الحسين وإخوته وأولاده وعياله وأصحابه عليهم السلام أجمعين. أما بعد، أشكر جميع من أزارني ووقف معي في محنتي ومشاركتي بمشاعري النبيلة، بمشاعركم النبيلة في دعائكم المتواصل ومناشيركم في المطالبة بإطلاق سراحه. والآن إخوتي أبنائي المعتقلين الشرفاء الغيارى، أناشدكم بالحسين بالحسين بالحسين. يا لها من كلمة تهز الغيور. بالحسين 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 المظلوم الشهيد، شهيد كربلاء عليه السلام، أن تأخذوا موقفا واضح من أخوكم المظلوم المريض، أو على الأقل إشارة إلى الناس الذين ماتت ضمائرهم. الكلام الوالد المعتقل طبعا. ونسوا الله ورسوله وسيدي ومولاي محمد صادق الصدر روحي له الفداء، أو إلفات نظرة إلى النجف الأشرف بما يحمل من معنى مقدس لكم. وإذا أعلم جيدا إن وصلت صرختكم إلى سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر أعزه الله، فإنه لا يسقط على مظلومية تجري على أحد من أبنائه. لذلك أناشدكم بعدما عرفت إن الذي في الخارج أموات بعلمكم، إني طرقت أبواب كثيرة ولا من مجيب. أعترف لكم عجزي أمام ولدي وخوفي عليه، ومرضه خطير جدا هو الذي دفعني إلى مناشدتكم.
لعلمي بغيرتكم وشرفكم، وأعرف جيدا إنكم لا تقبلون عليه الذلة، أنتم لا تقبلونها على أنفسكم، لأني أختكم وأمكم، ويشهد الله علي إني لم أقصر مع أحد منكم طلب مني خدمة. لذلك أنا أطالبكم بدين الأم والأخت، فانصروني وانقذوني، وانقذوا ولدي الوحيد وقرة عيني وشمعة سنيني، ولكم الأجر والثواب، وفرج الله عنكم بحق هذه الأيام العظيمة، وبحق محمد وآل محمد والدة المعتقل علي رزاق. فبدورنا نقول نحن على هبة الاستعداد أيها الأم الحنونة المجاهدة الصابرة بلسان آل كل المعتقل، مناشد من قبل هذه الأم المفجوعة بولدها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قرأنا رسالة والدة المعتقل، اخوتي المشايخ الفضلاء، السادة الاجلاء، اخوتي الشيبة، اخوتي الصغار، استميحكم عذرا كوني اقرأ كلمة باسمكم، وارجو منكم ان تقبلوني خادم لكم القي باسمكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ان قرأنا رسالة والدة المعتقل علي رزاق شافاه الله، أصبح من اللازم علينا أن نقف معها ومع مرضى المعتقلين عامة، ومع الأخ المعتقل العليل علي رزاق خاصة، كون حالته يرثى لها من الجانب الشرعي والأخلاقي. نناشد الجهات المعنية، أولا الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري، ثانيا كتلة الأحرار النيابية، ثالثا اللجنة القانونية المكلفة بملف المعتقلين، باتخاذ موقف واضح وفوري وحازم تجاه حسم قضية الأخ علي رزاق، والإسراع في حسم ملفه وإطلاق سراحه لكي يتمكن إخوته من إرساله خارج العراق لمعالجته. فقفوا فقولوا بعد كل فقرة: يا الله، اللهم شافي أخينا علي رزاق، يا الله، اللهم يا دليل المتحيرين، يا الله، ويا غياث المستغيثين، يا الله، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا الله، اللهم يا كاشف كرب المكروبين، يا الله، شافي أخينا علي رزاق، يا الله. كما قال الإمام زين العباد وسيد السجاد: اللهم، هذا الكلام بالنيابة عنكم، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره. فبدورنا نقول لأمنا: نحن على هبة الاستعداد كمعتقلين العدالة، نحن على هبة الاستعداد بالتضحية بالغالي والنفيس قولا وفعلا، قلبا وقالبا، ماديا ومعنويا، للوقوف صفا واحدا وكلمة واحدة معك أيها الأم الحنونة، وستجدينا إن شاء الله على قدر المسؤولية الكاملة. يجب علينا الدفاع عن المظلومين كما فعل السيد، وجعل يوما ليوم المظلوم، فضلا عن المطالبة بالامتناع. ونحن الآن نعيش أيام الانتصار، أيام عاشوراء، أيام التضحية. يحسن بنا التعرض الالتفات إلى جانب من جوانب كربلاء الحسين. الإمام الحسين لم يحسب حسبانا لشيء، لا للأسلحة المتراكمة أمام عينه، لا للحصار الذي فرض عليه، لا للمياه التي منعت عنه، لم يحسب حسبانا لشيء. وهذا المضمون
هو أحد أسباب القوة للمجاهدين بكربلاء، المجاهدين 70 في يوم عاشوراء يوم الانتصار. والآن المعتقلين إن شاء الله من الآن فصاعدا المعتقلين قلبا واحدا إن شاء الله يمتلكون روحا واحدة ومضمونا واحدا للدفاع عن مظلوميتهم، كما دفعنا ثمنا غاليا لكي نكون مصداقا لقول المعصوم المظلوم الشهيد بكربلاء: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. بل يحسن بنا أن نقول كمعتقلين: لا نرى السجن إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. بل قل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هؤلاء المعتقلين الذين عاشوا حالة اللامبالاة بكل القوى التي أحاطت بهم، لأنهم تربوا من ذاك الأسد الذي وقف بوجه أكبر ظالم وأكبر طاغي، أولاد المولى المقدس الشهيد الصدر. ولولا الطاعة للحوزة الناطقة المجاهدة لما كان الحال على ما كان عليه. فالأخوة المعتقلين بكل القوة التي أحاطت بهم من كل جانب، هؤلاء المعتقلين أعطوا أعظم الدروس التاريخية. يعني إني أتمنى أن تقرأوا كل تاريخ الثورات في العالم، كل تاريخ الحروب، كل الانتفاضات، لا تجد في هذه الحالة رعبا أو في تلك الحالة وهنا أو في تلك الثورة ثغرة. شنو السبب؟ بسبب التكاتف والتكامل على كل المستويات بين الشيخ المعمم والسيد والمهندس والدكتور والصغير والكبير والعامي، حتى المرأة خارج السجن. يجب التكاتف على كل المستويات بين المرأة والرجل على حد سواء، كما حصل في نموذج كربلاء، لكي لا نجد ثغرة واحدة أو نقصا واحدا. ولذلك تجد حتى المرأة في كربلاء التي دخلت الإسلام قبيل سويعات من واقعة الطف العظيمة، تجد لديها روحا قوية أو تلك الروحية العالية للدفاع عن مظلوميتها والوقوف مع الحسين. ولكن لا يسعني إلا أن أناشد سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، فقولوا معا بعد كل فقرة: يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا سيدي يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا أبا الغيث يا صاحب العصر أدركنا، يا صاحب الزمان، يا أبا الغيث يا صاحب العصر أدركنا، يا صاحب الزمان، يا أبا الغيث يا صاحب العصر أدركنا، يا صاحب الزمان. اللهم اشهد إني قد بلغت، اللهم اشهد إني قد بلغت، اللهم اشهد إن المعتقلين قد بلغوا رسالتهم. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، مكتوب إن شاء الله في صحيفة أعمالكم عند المولى المقدس. وجزيتم خيرا لنصرة أم المعتقل المظلوم. نختم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم عدوهم. جزاكم الله خير جزاء المحسنين.